مبدئيا كده يا جماعة مش هنشتري فراخ مشوية من بره تاني، لاني النهاردة عملتلك الفراخ المشوية بتتبيلة رهيبة، احلى من تتبيلة الحاتي بكتير. طعمها تحفة، ريحتها خطيرة، بجد لازم تجربوا الوصفة دي لانها حقيقي تستحق التجربة. شايفين شكل الفراخ ما شاء الله، وكأنها مشوية على الفحم وهي مشوية في الفرن عادي جدا. طبعا كانت سخنة مولعة على ايدي فما كنتش عارفة اني امسكها كويس. بس قبل ما نبدأ اي حاجة نقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ويلا نبدأ الفيديو بتاعنا ونقول بسم الله. اول حاجة هنا عندي 5 اوراق من الفراخ، منضفاهم كويس قوي وشايلة منهم اي زوائد دموية واي زفارة واي حاجة غير مرغوب فيها. بعدين كده جبت ليمونة كبيرة كده، وقعدت ان انا ادلك الفراخ كده بالليمونة، واثناء ما انا بدلك بدي عصرة من الليمون على الفراخ. الطريقة دي دايما انا بعمل بيها الفراخ، بجد بتشيلي ريحة اي زفارة. مش بحب بصراحة انقع الفراخ والكلام ده، عشان بحس ان الزفارة بتثبت في الفراخ اكتر. فلما بعمل حركة التدليك بالليمون دي بتخليلي الفراخ فلة، حقيقي بتبقى فلة وحلوة جدا وما بيبقاش فيها ريحة اي زفارة. تمام، عملت كده الكمية كلها بتاعتي. بعدين بقى هجيب سكينة كده بوزها رفيع، وابتدي ان انا انغز الفراخ كده من الناحيتين، الناحية اللي عند العظم والناحية اللي من عند الجلد. افضل انغز كده في الفراخ عشان لما احط لها التتبيلة تدخل فيها كويس قوي. شايفين بالطريقة دي بكل سهولة. طبعا ده كله وانا حاطه الفراخ بتاعتي على مصفى عشان اي ميه فيها او اي حاجه فيها زياده تنزل. شايفين بالطريقة دي. هركن بقى الفراخ بتاعتي على جنب، وهجيب بقى دورق الخلاط وهبتدي اعمل التتبيلة بتاعتي. اول حاجة هحط معلقتين كبار من الصويا صوص، واي مكون انا هحطه في التتبيلة مش موجود عندك تقدري تستغني عنه بكل سهولة. ودول معلقتين كبار من خل التفاح، تقدري تستبدليه برضو بالخل الابيض العادي. بعدين عصرت ليمونة كبيرة. تمام. بعدين جبت بقى بصلتين كبار متقطعين، وكمان طماطمتين كبار متقطعين وحطيتهم في الخلاط. وبعدين حوالي 5 فصوص من الثوم. بعدين معلقة من هريسة الشطة. بعدين معلقة من الفلفل الأحمر المشوي والمفروم أو بديل دبس الفلفل. بعدين حطيت بقى التوابل بتاعتي، طبعا هسيب لكم كل التوابل في صندوق الوصف. سماق، ملح، فلفل اسود، خلنجان، زعتر. تمام. جنزبيل. همسكهم بقى اضربهم كويس قوي في الخلاط لغايه لما ينعموا كده زي ما انتوا شفتوا معايا. بعدين بعد ما اضربهم هحط عليهم حوالي ربع كوبايه من الزيت واديهم تقليبه كده بالمعلقه. انا مش بحب احط الزيت معاهم من الاول عشان ما يتقليش القوام والخضار يفضل زي ما هو خشن. تمام. عملت التتبيله وركنتها على جنب. هجيب بقى الفراخ بتاعتي كده واديها رشه كده من الملح زي ما انتوا شايفين معايا كده على الجنبين، عشان طعمها يبقى مظبوط وملحها يبقى مظبوط. تمام. جبت بقى بولة فاضية عندي كده، وهبتدي ان انا احط الفراخ كده بتاعتي، احط ورك بورك وابتدي ادلك فيه بالتتبيلة، او احط عليه جزء من التتبيلة وادهنه كده بايدي عشان اضمن ان كل جزء في الفراخ او كل جزء من الوراك بتاعتي وصل لها التتبيلة كويس قوي، زي ما انتوا شايفين بالطريقة اللي انتوا شايفينها معايا كده. طبعا ايدينا نظيفة جدا، ما بلبسش جلافز او اي حاجة عشان ايديا نظيفة طول الوقت، وانا في المطبخ بغسلها اكتر من 100,000 مرة. تمام. بنفس الطريقة كده هعمل بقى كل الكمية بتاعتي بالطريقة دي. تمام. عملت بقى الكمية بتاعتي كده بالطريقة اللي انتوا شايفينها. هنا اتبقى عندي جزء من التتبيلة، وطبعا نضيف جدا. جبت كده علبة فاضية عندي وحطيت فيها باقي التتبيلة، وهشيلها عندي في الفريزر لأي وقت احتاجها فيه. تمام كده. اغطيها بقى واكتب عليها واشيلها لأي وقت اكون مزنوقة عايزة اعمل فراخ مشوية ومش عايزة اعمل التتبيلة فتكون موجودة عندي. تمام. هبتدي بقى اجي للتسوية. هجيب كده صينية فرن. تمام. وهحط فيها مية مغلية
وهبتدي احط عليها شبكة. هنزل كمان في المية دي بكم ورقة لورا، حوالي 4 ورقات كبار من ورق اللورا. بعدين بقى هبتدي ارص الفراخ بتاعتي كده بالطريقة اللي انتوا شايفينها. الطريقة دي في التسوية بتخلي الفراخ طالعة طرية جدا ومستوية جدا، وكمان بتبقى شبه بتاعت بره بالظبط. بالنسبة للتتبيلة، لو هتشووا على الفحم تقدروا تصفوها من اي حاجة خشنة منها، تعدوها كده من مصفى ضيقة عشان تبقى سايلة، واي حاجة من الخضار مفرومة فرم يعني باين شوية ما يتحرقش على شواية الفحم. تمام. نزلت بقى بباقي التتبيلة بتاعتي على وش الفراخ كده، وطبعا اي زيادة بتنزل في المية اللي تحت، فبتطعملي الفراخ اكتر لما المية بتغلي في الفرن والفراخ بتستوي، فبتطعملي الفراخ اكتر. تمام كده. عملت كده كل الكمية ما شاء الله. هدخلها بقى فرن مسخن مسبقا على حرارة 200 على أرضية الفرن، وهسيبها تستوي. في الوقت ده هكون بحضر الرز الأصفر بتاعي اللي هقدمه جنبها. عندي هنا حلة على النار، حطيت فيها بصلاية متقطعة صغير جدا وشوية زيت، وشوحتها كده لغاية لما البصلة دبلت شوية معايا. بعدين هنزل بمعلقة صغيرة من الكركم، معلقة صغيرة من الكاري، وربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسود عشان أشغل فايدة الكركم زي ما اتفقنا كتير قبل كده. اول ما اشم ريحه التوابل كده طالعه عليا، هنزل بكوبايتين الا ربع من الميه المغليه، ومعلقه ونص من الملح، ومعلقه صغيره من السكر. تمام كده. اقلب واسيبهم، اسيب ميه الرز دي تغلي كويس قوي. في الوقت ده هكون غسلت كوبايه ونص من الرز المصري. تمام. وصفيته من الميه، وبعدين هنزل بيهم على الحله بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده. تمام. انا بزود هنا كمية المية سنة عن العادي عشان بحب الرزاية طرية شوية، ما بحبش الرزاية ناشفة. هغطيه بقى كده واسيبه يتشرب. هنا كان الرز اتشرب معايا، هديله تقليبة زي ما انتوا شايفين كده. بعدين ههديله النار واغطي عليه واحط تحتيه شياطة واسيبه يستوي. هنا بقى كانت الفراخ بتاعتي استوت ما شاء الله، وطلعت من الفرن اهو زي ما انتوا شايفين كده. ريحتها كانت بجد قلبالي البيت. هحطها بقى كده في صينية عشان اطفلها فحمية وتبقى بجد زي فراخ بره بالظبط، من غير بقى دخان ومن غير فحم كتير والكلام ده. هكون بقى في الوقت ده بشغل فحمية كده على النار، وهحطها وسط الفراخ بتاعتي. تمام. رصيت كده كل كمية الوراك بتاعتي في صينية زي ما انتوا شايفين معايا كده. هجيب بقى بولة كده صغيرة واحطها وسط الفراخ، واحط فيها الفحماية بتاعتي. هنزل بيها عليها بقى بشوية كده من الزيت عشان ايه تديلي الريحة اللي انا عايزاها، واغطي على طول. تمام. في الوقت ده بقى هبتدي اغرف الغدا بتاعي. غرفنا هنا الرز الاصفر زي ما انتوا شايفين، طالع ما شاء الله مفلفل، وريحته طبعا جميلة جدا جدا. والفراخ بتاعتي كمان اهو زي ما انتوا شايفين الرز كده. والفراخ بتاعتي كمان هجيب كده بصلايه اقطعها جوانح وادعكها كده بشويه سماق وملح، وبعدين افرشها تحت الفراخ بتاعتي. بجد بتفرق في طعم الفراخ وفي ريحه الفراخ جدا جدا. فرشه البصل اللي بالسماق دي. هرص بقى الفراخ المشويه بتاعتي كده عليها، وقدمنا كمان جنبها سلطه بنجر زي ما انتوا شايفين كده. بجد كانت طعمها حلو جدا. هنا بقى مكان الزيوت كده اللي نازله من الفراخ، بدات ان انا اخد منها كده بالفرشه والمع وش الفراخ بتاعتي عشان تديني اللمعه الحلوه اللي انا بشوفها في الفراخ بره. ما تنسوش بقى الاشتراك في القناه، وكمان تحطوا لي لايك وشير للفيديو بتاعي. بحبكم جدا جدا في الله. مع السلامه.